المهم اللي خصنا نعرفو في هذا الفيديو هو انه واحد المعركه دازت هنا في المغرب، طاحوا فيها ثلاثه ديال الملوك في دقه واحده. ثلاثه ديال الملوك توفاو في هذه المعركه. هذه المعركه كان عندها وقع كبير وكانت عندها واحد السمعه عالميه. بقاو معنا في هذا الفيديو غادي تعرفوا الحيتيات ديال هذه المعركه وهذه الاجواء الساخنه اللي كانت فيها. يلا نخليكم مع هذا الفيديو، وجدوا قهوه وتصنتوا. قبل ما ندخلوا للمعركه نيشان غادي نعطيو واحد التصور للاوضاع والاحداث اللي كتصاحب هذه الفتره هذه، باش تكونوا واقعيين شويه، تكونوا ملاحظين لهذا الفيلم هذا اللي هذا يوقع حداكم، تصنتوا ليه واكتشفوا الاحداث مزيان. سنه 1492 ميلاديه بداو المسلمين كيهاجروا من اسبانيا اللي هي الاندلس، كيهربوا منها كنازحين او لاجئين، حيث كانوا كيتعرضوا للقتل والقمع والتعذيب، لدرجه ان الاسبان كانوا دايرين محاكم وسجون كيعذبوا فيها المسلمين. اللي يلقاوه مسلم وكيدير المناسك الشعائر الدينيه ديالو، ولا كيصلي ولا كيصوم، الا كيلقيو عليه القبط وكيديوه لهاد المحاكم اللي كانت خصيصا لهاد المساله هادي. فاش كيدخلوهم لهاد المحاكم وكيحكم عليهم القاضي ديريكتوم وما كاين لا محامي لا والو، كيحكم عليهم بالموت البطيء. وهذا الموت البطيء عباره عن عذاب شديد. هاد العذابات المتعدده اللي تذكرت في التاريخ كون نقول لكم شي واحد منها غادي تشمئزوا ويبقى فيكم الحال، ولكن غادي نعطيكم غير واحد المختصر وواحد المثال بسيط. كانوا كيشدوا السجين المسلم وكيلقيو عليه القبط وكينعسوه على واحد الباياص. هاد الباياص هذا كيكون من الاسمنت، كيربطوا له يديه ورجليه. كيجيبوا واحد المجموعه من الطبات او الفيران اللي كبار، تيديروهم في واحد القفص وتيسدوا عليهم وكيخليوهم فوق الكرش ديالو. كيكونوا هاد الفيران هادو اللي كبارين ما كيعطيوهمش الاكل ديالهم ولا الشرب، تيبقاو فوق الكرش ديال داك الانسان المسلم، كيبقاو يتحركوا من هنا ومن هنا، ولكن داك القفص الحديدي اللي كيكون فوق منهم ما تيخليهمش يهربوا، تيخليهم فقط فوق داك الكرش، كيتمشاو على داك الكرش. كيبقاو هكاك مده من الزمن. فاش كيجيهم الجوع ما تيلقاو ما ياكلوا وتيبقاو يفكروا شنو يديروا، بالتالي كيبداو ينبشوا البلاصه ديال السره ديال داك الانسان السجين. باش يبداو ينبشوها بالاسنان ديالهم والمخالب، تيجبدوا له المصارن ديالو، تيشموا ريحه ديال الدم وتيبداو ياكلوا الاحشاء ديالو هو حي. هذا فقط مثال من الامثله المتعدده، كاين بزاف منها ما عندنا لاش نعاودوهم. المهم باش نحطوكم في الصوره وصافي. المهم المسلمين فاش بداو كيعانيو من هاد المحاكم ديال التفتيش وهذا العذاب الشديد اللي كيلقيو عليهم الاسبان، قرروا انهم يهاجروا ويهربوا من داك البلاصه كلها، وسمحوا في الاموال ديالهم وفي المنازل وفي الاعمال ديالهم، وهربوا بالروح ديالهم وبالدين ديالهم للمغرب، لانه كان اقرب بلد لهم هو هذا. اضطروا انهم يدخلوا المغرب باش يستقروا ويعيشوا مرتاحين البال، ولا ما كانوش مرتاحين البال على الاقل انهم ينجوا من الموت ومن داك العذاب الشديد اللي كانوا كيتعرضوا له في اسبانيا. انا الاسبان ما اكتفوش فقط بالمهاجمه ديال هاد المسلمين في العقر ديال اسبانيا، ولكن بقاو كيطبقوا واحد الطريقه اللي هي كتقول خير وسيله للدفاع هي الهجوم. الاسبان بقى فيهم الحال بزاف لانهم تعرضوا للحكم ديال المسلمين مده من الزمن. شحال المسلمين تما تيحكموا في اسبانيا، وفاش رجعوا الاسبان الحكم ديالهم خافوا بزاف ملي يرجعوا المسلمين داك الحكم اللي كان عندهم، وفي التالي شنو داروا؟ هجموا على المملكه المغربيه وهجموا على السواحل الجزائر والمغرب بصفه عامه. المهم هاد الهجمات اللي بداو كيشكلوها وكيشنوها الاسبان على المغرب خلات المغرب انه يدوخ وما يعرف ما يدير، خصوصا ان السلطه الحاكمه اللي كانت ديك الساعات هي سلطه الوطاسيين اللي كانوا فقط وزراء، ما كانش عندهم واحد النسب ملكي اللي شدوا عليه الحكم، ولكن كانوا هما فقط وزراء ديال واحد المملكه اللي كانت قائمه انذاك. وفاش ضعفت ديك المملكه شدوا هما الحكم وبقاو مسايرين داك الحكم، ولكن كان حكم ضعيف جدا. كانت البلاصه اللي حاكمينها البوطاسيين ديك الساعات هي مدينه فاس والارجاء ديالها اللي هي العاصمه.
ولكن المناطق الأخرى ديال المغرب كانت كتسير عشوائيا من طرف القواد ومن طرف بعض الحكام اللي كانوا مسيطرين على ديك البلاصة. وهنا غيتخربقوا الأوراق ديال المغرب وغتولي واحد الفتنة كبيرة، لأن مجموعة من القياد ومن رؤساء القبائل والشيوخ بداو كيسنيو معاهدات مع الإسبان ومع البرتغال، ومجموعة واحدة أخرى اللي كان ما عاجبهاش داك التسيير كانت كتسني معاهدات أخرى مع العثمانيين. العثمانيين أنا غادي نحلو واحد القوس باش نفهمو هاد العثمانيين واش جابهم لهاد المسألة هادي ديال هاد القضية هادي اللي كنعالجوها حاليا. المهم العثمانيين ديك الساعات كانوا قوياء في ديك المنطقة ديال أوروبا، كانوا شادينها مزيان، ومجموعة من الأراضي الإسلامية كانت تحت السيطرة ديالهم. وكان السلطان سليمان القانوني ديك الساعات في الأوج العطاء ديالو، وكل شيء كيعرف سليمان القانوني وكيفاش كان كيسيطر على البحرين وعلى كذلك مجموعة من الأراضي الإسلامية والعالمية. سليمان القانوني كان واحد السيد اللي هو إمبراطور عالمي، كانوا الناس الأوروبيين والصليبيين كيكنوا ليه واحد الاحترام وتيخافوا منه بزاف، لذلك فكان من الضروري أنه تكون عنده واحد تأثيرات في هذه الأحداث اللي كتوقع في المغرب في هذا الوقت هذه بالضبط. لأن الأتراك كانوا عندهم مشاكل مع الإسبان والبرتغاليين، وكانوا كيتنافسوا على مجموعة من الأراضي، وبالتالي فكانت هذا التنافس اللي كان بيناتهم كان تنافس على المغرب كذلك، شكون اللي هيديه وشكون اللي هادي يميلوا للجهة ديالو. هادشي اللي كانت إسبانيا كتنافس مع العثمانيين على المغرب، وكان المغرب هاد المسألة هذه كانت في المصلحة ديالو، فإنه كان كيطلب مجموعة من الطلبات باش أنه يمشي لهذا الحلف أو لهذا الحلف هذا. وهنا وقع واحد الاختلاف ما بين السلطات الحاكمة في المغرب وما بين دوك القواد اللي كانوا كيميلوا للجهة ديال إسبانيا وما بين القياد الآخرين اللي كانوا كيميلوا للجهة ديال العثمانيين. وقع هذا الانقسام البسيط، وبالتالي كان ضروري أن السلطة توحد باش أن المغرب يختار فين غادي يمشي، فين جهة غادي يختار ينضم ليها. لكن للأسف المغرب في ديك الساعات كان بحال شي قطعة ديال الثوب، كل بلاصة مرقعة بلون، وكل بلاصة مرقعة بطرف معين، وكل حاجة وفين شاد راسها ورجليها. بقات المغرب مخربق من راس حتى الرجلين. بقات هاد الأوضاع في المغرب هكا مشتتة. جات واحد العائلة سوسية في منطقة السوس الأقصى باش تقود واحد المعارك جهادية ضد الإسبان والبرتغاليين اللي كانوا كيهجموا على السواحل المغرب آنذاك وكيحتلوها. كانت هاد العائلة من الأشراف السعديين، يعني النسب ديالها كيعود للنسب ديال علي وفاطمة اللي هما من الأحفاد أو بنت رسول الله وكذلك ولد عمو. المهم هاد العائلة هادي في الأول كانت كتأسس واحد الزاوية وكتخدم فيها، كترعى المساكن وكتقوم بالدروس الدينية. من بعد انتقلت لما هو جهادي، يعني بقات كتدافع على السواحل المغرب وكتجاهد ضد البرتغاليين والإسبان. هاد الزاوية اللي كانوا كيقودوها الأشراف السعديين اللي كانت مقتصرة في الأول على إطعام المساكين وعلى الدروس الدينية وعلى مساعدة المحتاجين، تحولت لما هو بعد إنساني إلى بعد جهادي باش تدافع على المغرب كما قلنا. ولكن من بعد انتقلت إلى ما هو سياسي كيتعلق بالتسيير ديال الشؤون ديال الدولة المغربية، وبالتالي الناس داروا على هذا الإنسان هذا اللي هو من آل البيت وبايعوه وقدموه باش يكون هو الممثل ديالهم أمام القوى الأجنبية. أول حاجة يبدأوا بها السعديين لما شدوا الحكم سنة 1510 هي الهجوم على البقايا ديال الوطاسيين اللي كانوا حاكمين المغرب في ديك الساعة، وكانوا شادين غير بعض المناطق ماشي كل شيء، وما استطاعوش يخرجوهم من هاد الأزمات، لأنه كان لابد يقضيوا على الخصوم الداخليين اللي كانوا ديك الساعات عادي يشوفوا الأعداء الخارجيين. داكشي اللي كان بطبيعة الحال، فالسعديين قاموا بالقضاء على الوطاسيين وتهنوا منهم، ولكن تعداوهم لدرجة أنهم هجروا البرتغاليين والإسبان اللي كانوا محتلين مجموعة من السواحل. كذلك السعديين قضاوا على العثمانيين وخرجوهم من مدينة فاس اللي دخلوها في ذاك الوقت واحتلوها. السعديين تسمع لهم واحد الصوت كبير في العالم وخلاو المغرب دولة محايدة ما انضمت لا للعثمانيين ولا للإسبان الحدود ديك الساعة. الأوضاع هذه تتغير مع المدة، ولكن
في البداية ديال التأسيس خلاو السعدية للمغرب بلد محايد ومستقل بذاته. بعد ما ضبطوا السعديين الحكم ديالهم في المغرب وحسوا بواحد الطمأنينة وبواحد الأمان أنهم قادين يسيروا هذا المشروع هذا ديال هذه الدولة هذه، فبقاو كيديروا ما يسمى بالعلاقات السياسية مع الدول، واخا كانت الدول ديال الخصم كانوا معها أعداء. ومع توالي الأحداث والمرور ديال السنين جاءت لحظة ديال الوفاة ديال السلطان السعدي محمد الغالب اللي كان مطبق هذه السياسة اللي ذكرنا سابقا، وكانت عطات الأكل ديالها وخلات المغرب بلد محايد كل واحد كيطلب الود ديالو. لكن لما توفى هذا السلطان واستلم الابن ديالو المتوكل على الله الحكم ديالو، هنا غادي يبدا واحد المنعطف خطير للدولة السعدية. لما قام المتوكل وغير السياسة الأب ديالو، لأنه لما استلم الحكم دور الكفة ديال السياسة ديال البلد لجهة الإسبان والمسيحيين، وقلب واحد القلبة كبير على العثمانيين اللي هما مسلمين وقراب الدولة المغربية من الناحية الدينية. المتوكل انساب اللي راه عنده الدولة العثمانية في الشرق ديال المملكة ديالو، وأنها دولة قريبة ليه وفي الحدود، وكان عليه لازم أنه يدير معها علاقات ودية، ولكن هو يقلب الكفة بشكل نهائي لاتجاه النصارى والمسيحيين اللي هما الإسبان والبرتغاليين. هادشي اللي وقع العثمانيين غادي يحسوا بواحد الخوف من هذا التطبيع اللي دار عليهم المتوكل بطبيعة الحال، لأن الدولة المغربية كانت صديقة لهم وكانوا مأمنين الحدود ديالهم مع المغرب، ولكن بعد هذا التطبيع غادي يشكل هذا الشيء خطر على التجارة العثمانية، كما غادي يشكل أيضا خطر على القومية ديالهم سواء الدينية أو الوطنية. هنا يبدأ الاختلاف السياسي في البلاط الملكي السعدي، لأن حتى في الدولة المغربية كان هناك اختلاف، كانوا الناس مختلفين، كل واحد كيقول لك علاش اسيدي حنايا غادي نبقاو تابعين للصبليون وحنا مسلمين، علاش ما نبقاوش تابعين مثلا اولا تكون عندنا علاقات مزيانه مع العثمانيين. هادشي اللي خلى واحد الاختلاف كبير سواء في الشارع ديال المغرب ما بين الناس وكذلك حتى في القصر الملكي ديال السعدي. هادشي اللي خلى ولاد العم ديال الملك السعدي اللي كانوا بهم ثلاثه اللي هما عبد المؤمن وعبد الملك واحمد انهم يهربوا للجزائر عند العثمانيين، مستنكرين هاد السياسه اللي كان خوهم المتوكل مطبقها مع المسيحيين. هادشي فرح العثمانيين في الجزائر واستقبلوهم واحد الاستقبال زوين، استقبال ملكي. والعثمانيين اللي كانوا في الجزائر جاهم واحد الامر ملكي من او سلطاني من العثمانيين اللي كانوا في اسطنبول انذاك، جاهم قرار باش انهم يقدموا جميع المساعدات لهاد الاخوه هادو باش انهم يقضيو على الملك ديال المتوكل اللي كان تابع للمسيحيين. هادشي اللي خلى هاد الاخوه هادو يستافدوا من هاد المعدات وهاد المساعدات باش يرجعوا الحكم ديالهم للكفه ديالهم. هاد الاحداث هادي اللي كتدور في الجزائر مع هاد الناس ديال السعديين، امراء ديال السعديين، وكذلك مع القياد ديال العثمانيين في الجزائر، في نفس الوقت كانت واحد الاحداث اخرى كتدور في المغرب. هاد الاحداث اللي هي ان السلطه القائمه والامن اللي كان ترسخ في المغرب في ذاك الوقت كانوا الصخوه السعديين اللي ماتوا قبل، بقى كيتفقد شويه بشويه وبدا الامن كينقص، بدات الهيبه ديال الدوله كتنقص، ولاو الناس كلشي كيشرق وشي كيغرب، لان المتوكل قام بهذا التطبيع مع المسيحيين اللي هما الاسبان على حساب المسلمين اللي هما الاتراك. وهنا الناس ولاو كيتخربقوا، كل واحد شنو كيقول وكل واحد كيرغب لها بلغاه كما كيقولوا، ولات السلطه كتفقد شويه بشويه. هادشي هادي يكون في مصلحه ديال الاخوه اللي هاجروا للجزائر باش يردوا الحكم ديالهم. ولاو هاد الاخوه اللي في الجزائر هما بحال قلتي المنقذ ديال الشعب المغربي من هاد السياسه ديال المتوكل. ولاو الناس كيتسناو في اي لحظه ان هاد الاخوه يجيو ويجيبوا معهم الجنود والعتاد باش انهم يخلصوهم هاد المتوكل اللي كان كيربط هاد العلاقات اللي هي في ديك الساعات كانت محرمه في الشارع المغربي. المهم داكشي اللي كان عبد الملك واحمد المنصور وعبد المؤمن السعدي معهم الوالي ديال الجزائر العثماني جايين في واحد الجيش كبير
داخلين به للمغرب ومتجهين لواحد المناطق المجاورة اللي تابعة للجهة ديال فاس. هذه المناطق القبلية كانوا فيها مجموعة من الناس. لما دخلوا للحدود ديال المغرب كانوا لقاو مجموعة من رؤساء القبائل اللي جاو يتلقاوهم في ذاك الحدود وينضموا لهم للجيش، وبالتالي ولا الجيش كبير. جيش جا من الجزائر، معهم مجموعة من المغاربة، وكذلك معهم الأتراك والعثمانيين، وكذلك الجيش ديال القبائل اللي كانوا في المغرب كانوا مناهضين للسياسة ديال المتوكل. مشاو وبداو كيتسناو الجيش هذا اللي غادي يدخل، اللي كانوا فيه الإخوة السعديين، وانضموا لهم ولا جيش كبير مخلط. دخل هذا الجيش لمدينة فاس. في الأبواب ديال فاس غادي تكون واحد الفرقة ديال الجيش ديال المتوكل اللي كانت حامية مدينة فاس، وكانت واحد الفرقة قوية كيتطلق عليها فرقة الأندلسيين، لأن هذه الفرقة الأصل ديالها كان في الأندلس، وكانت عندها خبرة كبيرة، وكانت كتعرف تصوب السلاح ومتمكنة مزيان من السلاح. داكشي علاش تسمت بفرقة الأندلس، حيتاش الأصل ديالها من الأندلس وهاجرت من تما لما تفقدات الأندلس من طرف المسلمين. هذه الفرقة هي أقوى فرقة في الجيش السعدي، ولأن المتوكل ما كانش عنده الحكمة وما كانش مريقل وما كانش عارف الأمور كيفاش وما كانش عارف التاريخ كذلك، فأن هذه الفرقة القوية اللي كتشكل الركيزة ديال الجيش السعدي كانت كتشكل واحد العداء كبير للجيش الإسباني والإسبانيين، لأنه هما السباب باش خرجوا وكانوا عارفين داكشي يدوزوا عليهم، وبالتالي فكان من المستحيل أنهم يكونوا متعاونين مع الإسبان. كانوا كيتسناو في باب فاس أن السعديين يدخلوا معهم العثمانيين باش ينضموا لهم داكشي اللي كان. فهذه الفرقة هذه خانت المتوكل، لأنها بطبيعة الحال هو خانهم، وفوت ما دافع المتوكل على الملك ديالو فإنها انضمت لهم ضده. والمتوكل فاش ساق الخبار تعرض لهذه الخيانة، هرب واحد الفرقة عسكرية صغيرة اتجاه الشمال المغرب، وبدات بعض المعارك البسيطة اللي كتوقع بين المتوكل والجيش ديالو مع العسكر ديال العثمانيين اللي انضم للفرقة العسكرية ديال السعديين اللي هم عبد الملك والإخوة ديالو. بقات هذه المناوشات كتوقع من هنا لهنا، والمتوكل بدا كينتقل مرة في الشمال، مرة في مراكش، مرة في الجنوب، وكيشن بعض الهجمات على هاد الإخوة هادو بحال شي مرتزقة. وبعد ما المتوكل عيا من هاد الحرب هادي، وبداو الناس اللي معاه كيتوفاو واحد بعد واحد، والأموال اللي عنده بقات كتضاءل، وحتى السمعة السياسية ديالو بدات كتضاءل، فإنه حس بالخطر وبأنه غادي تنسى مع الوقت. اضطر أنه يمشي كلاجئ لمدينة طنجة، وتما دخل القصر ديال الملك ديال البرتغاليين اللي كانت طنجة تابع ليه، وجلس معاه ودار معاه واحد الاجتماع كبير على أعلى مستوى. كان هذا الاجتماع هذا هو أنه يساعدوه البرتغاليين باش يرجع العرش ديالو، ولا تم هذا المساعدة هذه ونجح هذا البرنامج، وبالمقابل هو هذه يسلمهم جميع المدن اللي كتواجد على الشاطئ أو على البحر، يعني العثمانيين. هذا الشيء كيعني أن البرتغاليين غادي يساعدوه باش يرجع الملك ديالو، بالمقابل هو غادي يعطيهم جميع السواحل، لأن البرتغاليين كان الأهم عندهم هي التجارة، والسواحل كتشكل واحد الموقع تجاري مهم بالنسبة لهم. وهنا المتوكل وقع على واحد الخيانة عظمى بقات مسجلة عليه إلى مدار التاريخ. وفي هذه الواقعة هذه كيقول المؤرخ ديال الدولة السعدية تاكمادارتيا إن البرتغاليين قالوا لمولاي محمد: نحن خارجون وأنت معنا، فإن ظفرنا بالبلاد فلا قسم لنا معك فيها إلا السواحل، وما دونها فهو لك. فأنعم لهم بذلك فتعاهدوا عليه، فعند ذلك حلفوا لهم في صلبانهم، وحلف لهم هو على ما ذكر. بعد ما وقعوا على هاد المواثيق اللي سناو عليها هاد الناس هادو،
أمروا باش يتجمع المال والحشد والعسكر والسفن لهاد المهمة هادي. وأول حاجة قاموا بها هي احتلال مدينة أصيلة باش تكون هي القاعدة ديالهم في اتجاه المدن الأخرى. ومن تما بدات كتوصل المؤونة والأسلحة والجنود. ولما انتشر هذا الخبر بداو علماء الدين وشيوخ الزوايا والمداشر والقرى كيصنفوا المتوكل لأنه خائن، وكتبوا رسالة وصيفطوها ليه باش يعرف المشكل الكبير اللي دار. وهذه الرسالة مكتوبة باللغة العربية الفصحى وكتقول: اتفقت معهم على دخول أصيلة وأعطيتهم بلاد الإسلام، فيا الله ويا لرسوله هذه المصيبة التي أحدثتها وعلى المسلمين فتقتها، ولكن الله تعالى لك ولهم بالمرصاد. ثم لم نتمالك أن ألقيت نفسك إليهم ورضيت بجوارهم وموالاتهم. هذا الشيء اللي كان. وفي أوروبا كانت واحد الحملة إعلامية كلامية كبيرة قام بها رئيس البابا الفاتيكان باش يجمع الدعم المادي والبشري لهذه الحملة، لأنها حملة عسكرية غادي يقوم بها الملك البرتغالي بنفسه وبالقيادة ديالو. ولأن هذه الحملة كان عندها واحد الصيت كبير في أوروبا والعالم الإسلامي كذلك، وكل شيء كان كيترقب باش هاد سالي. العالم الإسلامي كذلك كله كان قلبه مع المغرب، والدعوات ديالهم باش يكونوا منتصرين ويكون الله معهم. والعالم المسيحي كذلك كان كيشجع البرتغاليين وكيساندهم، بحال إلا كنتي كتفرج في شي ماتش ديال الكرة. لأن الممثل ديال العالم الإسلامي في هذا اللقاء هذا اللي هو لقاء حربي هو المغرب، والممثل ديال العالم المسيحي في هذا اللقاء الحربي هذا هي البرتغال والإسبان. هنا هذه ندخلوا المعركة كان الجيش البرتغالي والمرتزقة ديالو اللي هما المتوكل والجيش ديالو مستقرين في أصيلة، وداروا الخيام والجنود والخيول وكذلك البواخر، كل شيء مصطالي تمايا. الناس كياكلوا ويشربوا وكيترينيو وكيتسناو شنو غادي يوقع من بعد. اما عبد الملك السعدي والجيش ديالو والمعاونين ديالو العثمانيين فانهم استقروا في واد القصر الكبير. وصافت واحد المرسول رسل واحد الرسالة مع المرسول ديالو لسيباستيان ملك البرتغال كيقول فيه باللغة العربية الفصحى كذلك: إني قد جئتك من مراكش ورحلت إليك 16 مرحلة وأنت لم تدن إلي مرحلة واحدة. صمت لهذا الذكاء ديال هذه الرسالة. كان هذا الذكاء ديال هذه الرسالة وقع كبير ويأثر كبير 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 وكثير على هذه المعركة هذه، لأنه كان الهدف منها هو يبعد سيباستيان من القاعدة العسكرية ديالو باش يصعب عليه أنه يحصل على المؤونة، في حال إلى أنه غادي يخرجوا من مناطق الدفاع باش يهجم، باش المتوكل يسهل عليه أنه يطلع ويماركي الهدف بلغة كرة القدم. هادشي اللي وقع خلى المتوكل أنه يسحب الملك البرتغالي والعسكر ديالو من القاعدة الدفاعية ديالو اللي كانت عبارة على الساحل. كان كيوصلوا المدد والبواخر كل شيء قريب ليه، وبقى الملك السعدي والجيش ديالو مستقر في ديك المنطقة ما تحركش، بقى كيتسنى داك الملك البرتغالي والجيش ديالو أنه يتحرك. هنا البرتغاليين عياو ما ينتظروا مدة من الزمن، وبقاو كيستهلكوا المؤونة ديالهم، شافوا راسهم غير جالسين ما كيديروا والو، وهو يقوم الملك البرتغالي وأمرهم بالتحرك باش يمشيو لمنطقة المعركة. هنا سيباستيان فاش عيا بالانتظار وعرف بلي السعديين ما يزيدوش يتقدموا، دار مارش وتحرك مع العسكر ديالو وزاد للقدام. وسنة 1578 ميلادية تلقاو الجيشين المسلم والمسيحي في القصر الكبير. وكانت خطة المسلمين هو أنه لما هذه يعبروا المسيحيين واحد القنطرة تما معروفة بقنطرة واد المخازن، هذه يقوموا بالردم ديالها مباشرة. وهذا الشيء اللي وقع
لما التقى العسكر السعدي مع العسكر البرتغالي ووقع القتال والمضاربة، والغبرة نايضة بسبب الخيل والرجلين ديال العساكر اللي كان العدد ديالهم بزاف، والمدافع اللي كتشير من جوج جهات، وريحة البارود والدخان معمرة الجو، والسما ما بقاتش كتبان قوة الدخان والمدافع. ومع أول ضربة ديال المدافع توفى السلطان السعدي اللي كان ديك الساعات عبد الملك، اللي كان أصلا مريض قبل المعركة، وكان كلفوا 4 ديال الجنود ديالهم أنهم يهزوه على واحد النقالة ويطوفوا به ويشوف الاستعدادات قبل المعركة. هادشي بطبيعة الحال قبل ما يموت، لأنه كان عيان ديك الساعات. ولما دخلوه للخيمة ديالو أمر الحاجب ديالو الساعات اللي كان اليد اليمنى أن تا واحد ما يدخل عند الملك، لأنه عيان وخصو يرتاح. وبقى هاد الحاجب اللي هو المولى رضوان العلج، الاسم ديالو بطبيعة الحال كان ذكي وكان كيحسن التصرف في هذه الأمور. لما أمر العساكر والحرس ديالو أنهم ما يخليو عليه يدخل حتى شي واحد، كانت هذه سياسة، وعارف باللي السلطان قربت النهاية ديالو، وما كانش أنه الخبر يتسرب للجيش ويعرفوا باللي راه توفى أو باللي راه قريب يتوفى، لأن هذا الخبر إذا تسرب فإن الجيش هذا يضعف، ما تبقاش عنده ديك الحماسة وديك القوة الدفاعية. بالتالي فبقى هذا الخبر ديال أن السلطان عيان فقط، وأنه هذه يبرى من هنا واحد اليوم بقيته أو واحد يومين إذا قدر الله. السلطان عبد الملك توفى والخبر ما تسربش، بقى رضوان العلج كيخرج ويدخل الخيمة على أساس أنه كيجيب الخبر من السلطان وتيقدمه للقويات ديال العسكر، ولكن فقط هو اللي كان كيسير هذه المعركة، لأن السلطان توفى وشبع موت. وبقى هذا الحاجب ديال السلطان اللي هو رضوان العلج كيدخل ويخرج من الخيمة على أساس أنه تيجيب الخبر من السلطان، وهذا ذكاء يحسب له. داكشي اللي كان. المهم بقات الأمور هكا، والمنصور السعدي أخ عبد الملك اللي توفى في الخيمة ديالو هو اللي ولا كينسق ما بين الجنود وما بين الحاجب اللي هو رضوان العلج، وبقاو المسلمين كيتقاتلوا في المعركة، ضربة فيا ضربة فيك. وهنا انتشر خبر ديال أن سيباستيان الملك ديال البرتغال والمتوكل اللي كان داخل هذه الحرب باش يرجع الملك ديالو غرقوا في الواد. عادوا 2 ديال الملوك غرقوا في الواد ديال القصر الكبير، ونزيد عليها المعتصم عبد الملك بطبيعة الحال اللي توفى في الخيمة ديالو بسبب المرض. وهنا تسمات هذه المعركة تاريخيا معركة الملوك الثلاث، وكان عندها اسم واحد آخر في بعض المصادر التاريخية اللي هي معركة واد المخازن نسبة للمكان ديال هذه المعركة. ولما انتشر وداع الصيد ديال الخبر ديال الوفاة ديال السلطان عبد الملك، فالناس بايعوا الأخ ديالو اللي هو المنصور السعدي أحمد، اللي تسلم زمام الأمور وقاد الدولة السعدية واحد القيادة عظمى خلتها أنها توصل لأزهى المراحل ديالها. وهذا الشيء اللي كان في هذه الحلقة هذه، حاولنا أننا نقربكم لهذه المعركة وهذا البودكاست رائع. تمنينا الإعجاب ديالكم، وما تنساوش بالاشتراك في القناة باش يوصلكم أي جديد وأي قصة كنشروها. السلام عليكم.